أذهب إلى السيد إسماعيل دبش. كان يريد أن يعلق. هي هامشية كيفما كان الحال. لا هناك مواضيع ربما نتحدث عنها في صلب النقاش يجب أن ندرجها. سيد إسماعيل دبش، كنت تريد أن ترد على ما يقول السيد الحسيني. نعم. لا يوجد أي فريق أو شخص في المطار ما عدا الفريق الجزائري الذي هو مؤهل ومعين ومتفق عليه من طرف جامعة الدول العربية والجزائر لاستقبال وزراء الخارجية بالأمس. اليوم استقبال قيادات العربية من طرف الرئيس الجزائري عند جي تبون، لكن بالأمس وقبل الأمس كان وفد خاص من وزارة الخارجية وجامعة حتى نتجاوز هذه النقطة. مسألة الخارطة سيد إسماعيل دبش هذه أثارت لغطا أكبر. قناة تسمى الجزائر 24 قامت بنشر خريطة اعتبرها المغرب مبتورة. المغرب احتج على لسان ناصر بوريطة وزير الخارجية، تدخلت الأمانة العامة. يعني هذا اللغط كان من المفروض ألا يحصل من أساسه إن كانت الأمور منظمة بشكل جيد. أستاذ، هذا أولا الخريطة أنت أكدتها ليست خريطة الدولة الجزائرية أو خريطة وزارة الخارجية، بل خريطة مؤسسة إعلامية ومؤسسة معنوية تبقى على هذا المستوى. يجب أن لا نعطيها المستوى تاع الدولة الجزائرية أو جامعة الدول العربية. لكن كان هناك حديث أن هناك شراكة بين القمة وهذه القناة الإعلامية، ما اضطرت الجامعة إلى نفيه لاحقا. لا أكيد أن الآن الخريطة المتفق عليها دائما هي الخريطة جامعة الدول العربية التي لا تبين إلا الدول العربية بصفة أي حدود. هذا هو المتفق عليه. إذا أنا شخصيا أنا أكد لك أن كل الوفود العربية قد واجهوا بعض التحفظات وبعض ولكن لم يثيروا هذه الزوبعة ما عدا الإخوة المغاربة. لماذا؟ لأنهم عندهم خلفية مسبقا، وبالتالي هذه الخلفية ما لازمش توظف في قمة عربية. نحن لسنا أمام علاقات بإي هدف برأيك؟ بأي هدف؟ ما هدف المغرب من الهدف التنقيص وإضعاف القمة العربية ونصب ربما المسائل تاعها وأن الجزائر غير كذا وكذا. لكن الآن سمعت تصريحات كل الحضور وأنا التقيت معهم، كلهم وجدوا أن التنظيم محكم جيدا، البروتوكول جاء جد رائع، البنود المتفق عليها لم تتدخل فيها الجزائر، بل هي الجزائر كانت عضو مثل الأعضاء الآخرين خلاف ما يروج له الإعلام المغربي. وأن السيد بوريطة لم يتسرع فقط في طرح ما أشار إليها أخي تاج الدين، لأن الموضوع متفق عليه في مارس في 2022 حول النقاط الأساسية المتفق عليها بما فيها العلاقة مع إيران أو العلاقة مع الدول الأخرى. أنا اعتقادي يجب أن نهدئ أنفسنا ونتجه نحو العمل العربي المشترك، ولا نذهب إلى أمور تفسيرات تأويلات يبقى عليها الجانب الإعلامي أكثر من الرسمي. حتى الآن الدولة المغربية لم تتخذ أي موقف ولم تصرح بأي موقف تجاه الإعلاميين المغاربة أو باتجاه آخر، بل بالعكس. أنا سمعت بوريطة أمس يطرح في قضية جدا متقدمة حول القضية الفلسطينية، حول القدس، حول غيرها. الأمور تسير عادية، ولا أدري لماذا الإخوة في المغرب هم غضبانين ومشمئزين والسيد بوريطة الآن هو مثل أي وزير خارجية. تهويل إعلامي بالنسبة لك، تهويل إعلامي بالنسبة لك ليس إلا. نعم. طيب أعود إلى السيد تاج الدين الحسيني. يقول تهويل إعلامي سيد إسماعيل دبش، لكن بالنسبة لصلب المواضيع التي ستناقش في هذه القمة كان هناك أيضا لغط بالنسبة للمواضيع التي سيتم مناقشتها من عدمها، ولا سيما التدخلات الإيرانية في الشأن العربي. هناك من يقول بأن هذا الموضوع لن يناقش، هناك من يقول سيناقش فعلا وأن المغرب نجح في فرض ذلك. لماذا كل هذه المناوشات يعني في كل نقطة سواء شكلية أو موضوعية؟ أنا اعتقادي بأن سؤالي كان للسيد الحسيني. سؤالي كان للسيد الحسيني. العفو. طيب بالنسبة للنقطة التي أشار إليها ضيفكم الكريم قبل قليل، أشير فقط إلى أن المسألة كان فيها نوع من القصد وسوء النية، لأنه لا يعقل أن تأتي مؤسسة كبرى كقناة الجزائر الدولية التي أصبحت معروفة لدى الجميع لتقول مثلا بأن الأمر كان يتعلق فقط في خطأ في الجرافيك
هذا الخطأ الجرافيك لم يذهب إلا لتلك المنطقة الجنوبية من الإقليم المغربي لتقول هذه غير موجودة باللون الرمادي بدل اللون الأخضر، وعلم المغربي موجود هناك. يعني هذا ليس جرافيك، ولكن كيفما كان الحال هذه أشياء تم تجاوزها، وأعتقد أن رئاسة المؤتمر قدمت اعتذارها بهذا الخصوص وتم تصحيح الوضع حتى في الخريطة. فيما يتعلق بالنقطة التي أشرتم إليها الآن، هذه إشكالية أخرى، لأنه البنود النظام الخاص بمؤتمر الجامعة العربية تنص في المواد الرابعة والخامسة والسادسة بوضوح على أن أي من أعضاء الوفود من حقهم، ولو لم تكن مواضيع مدرجة بجدول الأعمال، مع أن هذه كان يفترض أن تكون مدرجة، مع ذلك من حقهم إدراجها في الجلسة العلنية على أساس أن تكون لجانبهم أغلبية ثلثي الأعضاء. السيد بوريطة عندما قدمه مقترحه وقدمه بطريقة مؤدبة، وأشار إلى أن هناك أعمال تقوم بها إيران سواء في حق اليمن أو في حق الإمارات العربية أو السعودية أو كذلك المغرب، لأن قضية الدرونات الآن هي معروفة لدى الجميع. على أي حال الخلاف على وسائل في هذه المواضيع بشأن طرحها أم عدمه وارد لأن هناك وجهات نظر مختلفة. تفضل سيد الحسيني. لا ليس هذا هو الموضوع. الموضوع هو عندما أثار السيد بوريطة هذا الموضوع ووجه بنوع من الانفعال الشديد من طرف السيد وزير الخارجية وبرد فعل قوي، وكان أن تدخلت القاعة في مجموعها لإرجاع الأمور إلى نصابها. هذا شيء غير معقول وغير مقبول في هذه المؤتمرات. هذه أشياء مرتبطة بقواعد قانونية دقيقة في نص الميثاق والضوابط الخاصة بالمؤتمرات. هذه أشياء سبق للجان المتخصصة في الجامعة أن ناقشتها واتخذت معها مواقف معينة وأدت وقامت حتى الجامعة العربية الأمانة العامة بتأكيدها في مقررها في شهر مارس 2022. أننا ما نلاحظه أننا من الجانب أو الجانب الآخر نلاحظ أن هناك محاولة للتصيد للحديث عن سوء نية سواء من جانب المغرب أو من جانب الجزائر، وهذا كان ظاهرا في كلامكما أنت وسيد إسماعيل دبش. هل فوت البلدان، وأطرح السؤال يعني بكل صراحة عليكما وأريد إجابة صريحة، ليست لدينا أي نوايا مبيتة أو فكرة لتقديم أي شيء كان. أقول بأن هناك اتهامات متبادلة مع الأسف في هذا. نتمنى من قلوبنا أن يكون هذا المؤتمر ناجحا. أقول هناك اتهامات متبادلة مع الأسف. هذه وقائع طرحت في الإعلام. أنا عندي سؤال صريح من سأطرحه عليكما. اليوم أن الخريطة وقع فيها خطأ ثم تصحيحها، هذه أشياء معروفة. سؤال صريح وأريد إجابة صريحة منكما لختام هذا النقاش سيدي الكريمين. هل فوت البلدان برأيكما فرصة للتقارب والمصالحة بعد القطيعة في هذه القمة؟ سيد إسماعيل دبش بداية وسأختم مع سيد الحسيني. نعم، اللقاء ليس للمصالحة بين المغرب والجزائر، اللقاء هو قمة عربية، لكن كان فرصة يعني ثمينة يمكن اغتنامها. فرصة إذا أراد المغرب أن تكون له الفرصة عليه أن يتعامل مع النقاط الأساسية التي تطلبها الجزائر للدخول في مصالحة. حتى الآن المغرب يرفض التعامل مع المطالب الجزائرية. أستاذة، أريد أن أصحح الأخ تاج الدين. المغرب وقف مع إيران ضد العراق، الجزائر كانت ضد الاحتلال العراقي. المغرب لن نعود على التاريخ، لن نعود إلى التاريخ. كان سؤالي محددا ومختصرا وأجبت عليه لأن وقت البرنامج ضيق. أريد إجابة أيضا صريحة في هذا السياق وقصيرة ومختصرة. أرجوك سيد الحسيني، هل فوت البلدان فرصة للتقارب؟ لم يكن المؤتمر فرصة لهذا التقارب، نتمنى، ولكن النظام الجزائري جهر بالقول قديما ومنذ مدة بأنه ليس مستعدا لا في المؤتمر ولا في غير المؤتمر، لكن كما قلت للسيد أن يقع في تصالح مع المغرب. هذا شيء معروف يمكن أن تغتنم النظام الرسمي، خاصة في حضور محيط عربي قد يساعد. طيب، أتمنى ويتمنى الكثير من المغاربة ومن العرب أن تكون مثل هذه المؤتمرات هي فرصة اللقاء. نحن فوتنا على شعوبنا الكثير من الوقت، أضعناه في الخزعبلات وأضعناه في الأشياء التي لا ترتبط بالواقع الحقيقي لمنطقتنا. نتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه عقلاء يسيرون الأمر في النظام الجزائري ويتخذون مواقف تقضي على هذه القطيعة وتعود ببلدينا معا إلى نفس الوئام الذي عشناه في الماضي، ليس لنا وحدنا ولكن لكل المغرب الكبير ولكل الأجيال المقبلة.
الرسالة صالحة للجانبين على كل حال. شكرا لكما سيد إسماعيل دبش أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة الجزائر، وأشكر أيضا السيد محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية أيضا في جامعة محمد الخامس في الرباط. وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة وجها لوجه.